السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك وتفعلوا علامة الجرس وشير. النهاردة هنعمل معانا الفتة. جبنا الخلاط وحطينا فيه الطماطم اللي هتتصلصل. اهو يا بنات بعد اهي الطماطم بعد ما ضربناها في الخلاط هنجيب الحلة، هنحط فيها حبة زيت عشان نحمر التومة. حطينا التومة في الحلة ونفوحها. اهو بعد ما شوحت وبقت باللون الذهبي هحط عليها عصير الصلصة، عصير الطماطم كده، ونسيبها بقى لحد ما تتسبك خالص. نبدأ نعمل العيش ده يا بنات. العيش بتاع الفرن العادية بتجيبيه بتقطعيه كده اهوت عشان تحمصيه. لو مش متواجد عندك في البيت العيش البيت المحمص، بتجيبيه ايه، بتجيبي العيش اللي هو بتاع الفرن لو مش متواجد ونحمصه. تحطي طاسة هنا على النار وبتجيبي حتة سمنة فيها وصفيح، وحطيت حتة سمنة عليها في قلب الطاسة. هتجيبي العيش بقى تحطيه عشان تشوحيه. حتى ومش لاقية العيش البيت المتحمص تعرفي تتصرفي يعني. اهو يا بنات هتقعدي تقلبي فيه لحد ما يتحمص. لما يتحمص هتحطي عليه يا بنات بالطريقة دي هو تتحمص العيش. عايزة تتأكدي تعمليها كده هي اهو، شايفة تحمص العيش اهو. وهنطفي عليه بقى وهنسيبه. هنعمل الرز بقى. نجيب السمنة حطيت سمنة في الحلة مظبوط خالص اهو. كنت غسلة 3 رز. كنت غسلة 3 رز. هتقلبي الرز كده في قلب السمنة شوية.
بنات هتقلبي الرز في السمنة شوية. اهو يا بنات طبعا بعد ما الرز اتشرب هنوطي عليه البوتاجاز لحد ما يستوي ونطفي عليه. اهو يا بنات العيش البيت المحمص اللي انا قلتلكوا عليه اهو، اللي انا مشترياه من بره. اهو يا بنات كسرته بيه كده، حط عليه بقى الشوربه، هحط عليه شوربه اللحمه. يا بنات بعد ما حطينا الشوربه عليه اهو شرب الشوربه، حط بقى عليه الرز. نجيب العيش اللي احنا كنا محمصينه بخفة السمنة كده، نحط عليه الشوربة وبعديها الرز. اهو يا بنات الفتحيات. اهو يا بنات هنجيب معلقتين سمنة ونسيحها ونحط لها حتة تومة كده. نعم ثواني بس. بنات كده ونروح بقى حاطين فيها اللحمة. نعم طب روحي لبابا على الخمس اهو كده. وتسيبيها بقى تقلبيها شوية على النار وتتقي عليها على ما تشرب من الثومة شوية. استنوني في فيديو جديد.